زمان الحاجات ما كانتش بس أدوات، كانت جزء من اليوم ومن البيت ومن الذاكرة. الباجور ده ما كانش بيولع نار وبس، ده كان بيجمع العيلة حوالين أكلة سخنة. ولمبة الجاز نورها ضعيف بس كانت كفاية لمذاكرة وحكاية وسهرة طويلة. قنديل الفلاح كان صاحب الغيط، وكوباية الزير كانت أول برودة في عز الحر. حاجات بسيطة بس كانت عايشة مع الناس وبتستحمل. باجور الشريط كان صاحب كل مطبخ بسيط، نار هادية وصبر طويل. سبرتاية القهوة صوتها وهي شغالة كان إعلان إن القعدة لسه مكملة، وإن فنجان القهوة جاي في سكته. وقنديل العمدة مش بس نور، ده هيبة، كان موجود في الدوار وشاهد على كلام كتير وقرارات اتخذت على نوره. هنا عند عم شريف الحكاية لسه مكملة، نفس اللمس، نفس الريحة، ونفس التفاصيل اللي اختفت من بيوت كتير. المكان ده مش محل قديم، ده ذاكرة مفتوحة، بيفكرنا ان زمان ما كانش احسن علشان الحاجات، كان احسن علشان البساطة وعلشان كل حاجة كان ليها معنى.